الليله غنهضروا على واحد الموضوع، على الحياه العجيبه والقدره ديال الفلاحه في العصور الوسطى. كيفاش كانوا كينجيو من ليالي قارصه وبارده بزاف، من حيال العزل البسيطه حتى النعاس وهما مجموعين. هذه حكايه ديال الصبر وديال الذكاء وديال العناد. قبل ما ترتاح، الى عجبك المحتوى دير لايك وابوني، وكتب لي في التعليق منين كتفرج وشحال الساعه عندك دابا. تقدر تطفي الضو دابا، شي موسيقى هادئه ونبداو كاملين. منين كنفكر في العصور الوسطى كتجي في بالنا فرسان، حفلات، ولكن الفلاح العادي في الشتا كان عنده سؤال واحد: كيفاش ما نموتش هاد الليله؟ هو عايش في واحد الكوخ صغير ديال الطين والخشب، الحيوطه رقيقه بزاف لدرجه تقدر تسمع الصا ديال شي طير من برا. ما كانش لا عازل ولا زاج، شراجم غير حفره صغيره مسدوده بجلد ديال شي حيوان. وما كانش في الدار الحرب على التليكوموند، وحتى الحراره في الدار غالبا كتكون اعلى فقط بجوج درجات من برا. الا كان برا كيتجمد فالداخل كيتجمد بأدب. الليل كان قاصح، الظلام غليظ، الريح كتولي تعوي بحال شي جن معصب، والعافيه في الكانون كتقاتل باش ما طفاش. كتدفي غير السبعان ديال اللي لاصقين فيها، اما اللي مقابل الحيط الاخر فبحيله مخيم برا. الحوايج ما كانوش لا مونطويات ولا اللحاف ديال الحرير، غير الجلالب ديال الصوف كيدقوا، واحد الكاب ريحته معيز. كتبقى تلبس طبقات حتى تولي بحال شي بصله، وما كتسخنش مزيان. كتنعس فوق شي خنشه معمره بالتبن، ومعاهم كادو فابور البرغوث. البرد ما كانش فقط مزعج، كان قاتل، والموت من البرد كيتربص بيك، خصوصا بالصغار واللي كبار في العمر. الا فقتي في الصباح باقي كتنفس، معجزه صغيره تستاهل انك تحتفل بها، واخا غير بشويه ديال اللفت ما يكونش مجمد بزاف. الديور ديال الفلاحه كان فقط من الخشب، وكيكونوا مطليين اللي كانوا كيتسمى واتل اندوب، اللي هما عصا كيطليوهم يا اما بالطين ولا بالتبن ولا بالزبل ديال الحيوانات. الزبل رخيص، كيلصق مزيان وكيعزل شي شويه ودائما موجود، ولكن قدام العواصف الريح كتولي كتدخل في كل شق. كتدخل لدارك اللي فيه غير بيت واحد، لا خصوصيه ولا سخونيه. سقوفه من التبن، الشكل ديالهم زوين، ولكن كيبقاو يهبطوا يدخلوا القطره. قد ما تزادت الريح قد ما الطقابي كيكبروا وكيوليو يجيوك ضيوف، سناجب، فيران، يجيو يجلسوا معاك على العشاء عادي. الشراجم مضحكين، صغار بزاف وكيتغطاو بشي جلد ديال شي حيوان ولا شي خشبه. الزاج عندهم غالي حتى على المقدم، ما بالك بالفلاح. الارض ما كانش فيها لا زليج لا خشب، غير التراب مضغوط. فاش الشتا كطيح ولا الثلج، التراب كيطلع وكتولي بحال عايش شي بركه داخل الدار ديالك. الريح من الفوق ومن التحت من الوسط، هجوم ثلاثي الابعاد على حراره جسمك. الارض بنفسها عدو ساكت. الفراش قريب بزاف للتراب البارد، واخا كيديروا طبقات ديال التبن فوق الارض باش يعزل. هادشي الا قدرتي تسرقو من الجنان ديال شي جارك بلا ما يديها فيك، ولكن التبن مع الوقت كيبقى يهبط وكيخناز. طبيعه الحال بالليل كيتقرقش. كاينين شي ناس باش يتجنبوا هذيك الخنوزيه ديال التبن كيديروا معاه اعشاب يابسه، ولكن مع الوقت كيتحلل كيبداو يبانوا البرغوث وشي مخلوقات اخرين. البطل ديال الشتا هنايا هو الكانون، ماشي شي شوميني انيق، ولكن غير حفره ولا حجره مجموعه والنار وسطها، والدخان كيدير اللي بغا. كيطلع مع التقابي ديال السقف ولا مع الشقوقه ديال الحيوط، ولا مباشره كيدخل الريه ديالك. واخا ماشي مزيان للريه، ولكن على الاقل كيدير تبخيل الحشرات مجانا. الكانون هو الضوء وهو البوطه، وعليه كيتجمعوا الناس. حدا الكانون كيجلسوا كيحكيو حكايات، كيغنيو ولا غير كيتفرجوا فيها، حيت ما كاين والو من بعد الهموم والتعب اللي دوزتي بنهار. ما خصكش تخلي بالليل العافيه تطفي. الا طفات في الليل البرد كيهجم ويقدر يقتلك. كلشي بالليل عنده مهمه، شي كيجيب العواد، وشي كيحرك الجمر، وشي كيزيد الحطب. اهم حاجه ما طفاش الكانون. داكشي علاش كانوا كيطفيو الجمر تحت من الرماد وكيخليوه شاعل بشويه حتى الصباح. تقنيه فن. شي ناس كانوا كيامنوا بالرماد ناشف، وشي وحدين كيقولك لا خليه شويه رطب. اما المزاحمه كانت كتدفي. كان واحد القانون ذهبي في الليالي اللي كتكون قارصه بحال هكا، كينعسوا كاملين مجموعين في واحد القنت، كيكونوا مغطيين بخرايق ولا جلابات بحال لازانيا ديال بنادم. الصغار والشارفين
واقفين في النص ولا اللي مريض واللي قادرين يهزوا راسهم شويه كينعسوا في الجوانب. اللي في النص كيكون محظوظ حيتاش اللي في الحافه كيكون بحال الناس حدا الباب ديال شي ثلاجه. اما الريحه الله يصبر وصافي، اهم حاجه الدفا، حيت حتى الحيوانات كيدخلوا ينعسوا معاهم في الدار. البقر، المعيز، الخنازير، الدجاج، اي حاجه كتعطي حراره. هادشي ماشي شي حاجه غريبه، حيوانات كتساوي الدفا. وزيد كيقلصوا حتى السرقه بالليل. في الليل الدار كتولي فرن حي، الدجاج ناعسين في الركينه، الخنزير كتلقى حدا الكانون مجبد، والبقر متكي على الحيط كيمدغ بحال هو اللي مخلص الكرا. الريحه اسطوريه. في الصيف غتحتاج معطر ذكريات، ولكن البرد كيقتل والبقره كتدفي واخا غير بالنفس الدافي ديالها. طبعا المخاطر كاينه، الدجاج يقدر يطير ويبزق فوق وجهك بالليل، وتقدر تعفط عليك شي بقره بالليل عادي، ولكن هادشي كامل حسن من البرد اللي كيدخل لك بين الصبيعات. في الشتا ديال داك الزمان الموضه ماشي باش تبان زوين، الموضه كانت ما تموتش بالبرد. ما كاين لا ترندات لا والو، القاعده بسيطه، اللي عندك تلبسه مره واحده وكله فوق كله. كتلبس كاع اللي عندك، فوق منهم كتلوح واحد الشلابه ديال الصوف غليظه وحده مره واحده. والا كانوا عندك سراول مدليين كتزيدهم. الا كان عندك شويه الحظ زايد كتكون عندك واحد الكاشه ديال جل المعز مخيطه ومطهره نص نص. مبروك، زدتي واحد 10% ديال الدفا و90% ديال الحكه. الصباط رفاهيه بزاف، كيخشيو رجليهم في خراقي كيدخلوهم في قباقب ديال الخشب. وإلا البرد مازال كيضرك في رجليك كتزيد واحد الخرقه اخرى وكتدعي ما يطيح لك حتى شي صبع. اما الغسيل في الشتاء الله يعطينا وجهك، خصك على هذا الحساب تهرس الجليد في الواد وتسنى حوايجك ينشفوا يومين. هادشي لا ما تحولوش لتمثال، حيت بزاف كيفضل الريحه ديال الدخان، المعز والعرق على انه يموت بالبرد. زيد على داك الشيء الوسخ والدهن اللي كيكون في الطبقه ديال الجلد ديالك كتحبس عليك الريح. الوسخ ماشي فشل، هو واحد التكتيك، حيت الحوايج المنقيين كيدخلوا الريح، وداك الشيء زوين غير في الربيع. في القرقوبي ديال الشتاء التنفس ديال الثوب كيساوي البرد تاع العظام. مع الوقت الدهون ديال الجسد ديالك والغبره والطين كلهم كيسدوا المسام ديال الثوب، حتى كيولي كيحبس الريح مزيان. تولاو الناس في هذاك الوقت كيامنوا ان الغسيل بزاف في الشتاء كيمرض، والصابون نهار الكبير فاش يكون عندك، حيت اصلا ما غاديش تحتاج ليه باش تغسل حوايجك، كتبقى تلبس شي فوق شي بلا ما تبدل لتحت، حتى كتولي متحف متنقل ديال بقع 6 أسابيع اللي فاتوا، وكل شي كتنبعث منه نفس الريحه، النيف ولف على الخنز. حتى كيفاش كتنفس بالليل خصك تدرس عليه، الا تنفستي من فمك فانت كتجر البرد دغيا للريه ديالك، وهذه وصفه التهاب هاوي في هذاك الزمان. الحل تنفس بشويه من نيفك، كيدخل الهواء شويه بشويه، وبزاف كانوا كينعسوا هما مغطين فمهم ونيفهم بشي خرقه ولا طرف ديال الجلابه. كتفيق في الصباح والخرقه رطبه، ولكن احسن من انه يتلج لك عظامك من الداخل. الصغار كيتعلموا هاد التقنيه من بكري، ما ديرش بحال الكلب وتلهد في الدار. منين البرد كيستاهل الحرب النعاس كيولي بالنوبه. النص ديال العائله خصهم يكونوا سهرانين، يبقاو مقابلين الكانون ويسدوا الشقوقه، والنص الاخر ملاصقين مع بعضياتهم كيحاولوا يسرقوا شي ساعات ديال النعاس، حيت الا طفات غيفيق العذاب. كيبقاو شادين النوبه، كتنعس شويه كينوضوا، كتبقى مقابل العافيه لا تشد في قرون الماعز. حتى الدراري الصغار مادام انهم قادرين يهزوا الحطب كيدخلوا النوبه. التربيه هي يا اما تعاون يا اما تموت بالبرد. في هذه الحرب اللانهائيه مع البرد ديال الشتاء الفلاحه لقاو واحد السلاح اخر، المعده عامره قبل النعاس، حيت السعرات الحراريه كتساوي الدفا من الداخل. كتاكل شي حاجه ثقيله قبل ما تنعس وجسمك كيبدا في الهضم وكيحمي راسو. وشنا هو الموني؟ حريره مرقه عامره بالخضره بحال اللفت والبصله، ولا العصيده ديال الشعير، حريره ديال الخرطال، خبز قاسح وكيشبع. الا كان شويه الزهر كيكون شويه ديال اللحم مقدد، كتعمر كرشك كتنعس. وتقنيه اخرى حيت ما كانش عندهم فين يسخنوا الماء ولا الماكله اللي كتكون مجمده، كيحطوا في واحد الكربه ديال الخشب اللي كتكون عامره بالتبن، كيدخلوا فيها القميله باش تبقى الماكله دافيه بالسوايع بلا ما يعاودوش على العافيه. ومن تما جات الفكره ديال الحجر السخون. كيسخنوا واحد الحجره مسطحه في الكانون وكيخرجوها بشويه، كيلويو عليها خراقي ديال الخيش ولا كيديروها في واحد القرعه ديال الطين وكيحطوها تحت الفراش ولا عند الرجلين. هاد الوساده الحراريه ديال العصور الوسطى الخطر الوحيد ديالها الا ما لفيتيهاش مزيان، وإلا قاست لك صباعك الله يستر، ولكن الا دارت معاك المزيان
كتعطيك ساعات ديال الدفا. شتا ما كنتيش قادر انك تغلبو بوحدو، الدوار كامل كيتعاون مع بعضياتو. اللي شافو الدخان الكانون ديالو حبس كيمشيو عنده كيشوفوا شنو واقع، كيجيبوا ليه الجمر شاعر ولا كيباتوا عنده الجيران في هذيك الليله. واخا يكون الضيق كينظموا مخازن مشتركه في الازمات، شويه ديال اللحم مقدد، شويه ديال الحبوب، خضره ناشفه. المهم كلشي نجا من البرد. كيتقاسموا الجمر، المدابزات والصداع ديال شكون سرق ليا شكون خدا ليا كتنسى في هذا الوقت، حيت كيولي اخطر حاجه هي البرد. اليوم نعاونك غدا تعاوني. قبل ما يتمرغطوا في القش والصوف كيديروا الدعاء، كيطلبوا السلامه من النار والسطح والرجلين. عندهم عادات لكل حاجه، اللي كيحمي من امراض ديال الحلق، اللي كيحفظ الدار. كيرشوا الماء المبارك حدا الكانون وكيرسموا بالطباشير حدا الباب. كلها طقوس كيحاولوا بها يتغلبوا على البرد. واخا هادشي كامل من حيل ودعاء وطقوس، بزاف ديال المرات الشتا كتغلب. اعوام بحال 1315 الجوع والشتا خربت المحاصيل. داك البرد القاصح اللي طفى عليهم الكانون في الليل كتب ليهم واحد القدر حزين بزاف. السقوفه ديالهم طاحت من كثره الثلج، والطريق عمرات. انتشرت الامراض في الديور، والدخان ديال ديورهم دار ليهم التهاب رئوي لدرجه هذاك الثلج كلا ليهم الصبعان والودنين. واخا كاين فيهم اللي بقى عايش، ولكن الاطراف ديالو بقات ميته في الثلج. والأصعب من هالشي كامل كان شتا كيتعاود كل عام. قصة كبيرة ماشي غير ألم، هي العناد والابتكار. تبن في الفراش، الجمر مدفون، شقوقة مسدودة بالزبل، كلها دروس ديال الصبر والذكاء. تعلموا من بعضياتهم، أسسوا مجتمعات ديال التعاون. اللي مريض نسولو عليه، اللي جاع نتقاسموا معاه، واللي نارو طفات نحيوها ليه. حتى الإيمان ديالهم كان أمل عنيد، غدا يقدر يكون أدفى. هاد الناس بالصعوبات اللي عاشوها وصلونا دابا لزمان فيه منطات، فيه كوفرليات، فيه شراجم، فيه ديورات خان. كل ليلة دافية اليوم هي نتيجة آلاف الليالي اللي عانوا فيها. هاد المجهولين اللي حولوا الصبر الأسلوب حياة، الجمر فوق الجمر، نفس فوق نفس، ودقات قلب كتقاوم البرد. وإلا كانوا فلاحوا العصور الوسطى قدروا أنهم يتغلبوا على البرد بالصبر والأمل ديالهم. فالحكاية ديالنا اللي كتبدا من أوائل القرن السادس عشر، إنجلترا اللي كانت كتعيش زمن الملوك، المؤامرات والصراعات بين الكنيسة والدولة. تولدت آن بولين في عام 1501 من واحد الأسرة نبيلة، ولكن ما كانش مشي عائلات عظمى ولا قوية. كان باها توماس بولين واحد دبلوماسي طموح، وأمها كتنتمي لعائلة هارورد اللي هي عائلة ذات شأن. من الصغر ديالها عاشت آن واحد الحياة مختلفة على بزاف ديال البنات اللي كانوا في العصر ديالها. ما كبرش في واحد القصر كبير، ولكن ما عاش شي حياة فقيرة ولا بسيطة. العائلة ديالها صفتها للبلاطات الأوروبية، ومن ثم تعلمت الرقي واللغة الفرنسية وفنون الموسيقى والرقص. دوزات الوقت ديالها في وقت ديال بالات مارغريت دي أستراليا في هولندا، في بالات ملك فرنسا. السنوات اللي دوزات تما خلاتها تكون واحد البنت مثقفة بزاف وعندها واحد الشخصية كتأثر. فاش رجعت لإنجلترا خطفات الأنظار ديال الناس كاملين دغيا، حيت كانت مختلفة على كاع النساء اللي كاينين تما. ذكية، كتهضر بطلاقة، كلاس وملفتة. وهنا كتبدا القصة ديالها مع الملك هنري الثامن. في هذاك الوقت كان الملك هنري الثامن مزوج من كاترين اللي ما نجبت ليه حتى شي ذكر، واخا كان كيبغيها بزاف في البداية ديال الزواج ديالهم، ولكن كان الحلم ديال الملك انه يكون عنده ولد اللي ورث العرش ديالو. دخلت آن بولين القصر كوصيفة للملكة كاترين، ومن تما هنري حط عليها عينيه، عجباتو، خطفوا الجمال ديالها والحضور ديالها. ولكن آن ما كانش بحال النساء اللي كانوا سهلات، مرضاتش تكون العشيقة ديالو في السر، رفضات تعطيه داكشي اللي بغا بسهولة. كانت كتآمن ان قلبها والعفة ديالها هي السلاح القوي ديالها. شوية بشوية تحولت الرغبة ديال الملك فيها الى هوس ولا اوبسيست بها، ما بقى كيفكر الا فيها، لدرجة تقنع ان الزواج ديالو من كاترين اللي كان كيبغيها في الاول ما هي الا لعنة من الله. علاش؟ حيت ما ولدتش ليه ولد. قرر انه يتزوج بآن بولين وخا يكلفوا الامر اللي بغى يوقع. طلب هنري من البابا في روما انه يسمح ليه بالطلاق من كاترين باش يقدر يتزوج بآن، ولكن البابا رفض، حيت خاف ليه يعصب ملك اسبانيا
اللي هو ولد أخت كاترين. هنا بدا هنري الثامن أخطر خطوة في حياته، تمرد على الكنيسة الكاثوليكية وعلن نفسه رئيس الكنيسة في إنجلترا، وقطع العلاقات ديالو بروما. هذا القرار ما غيرش فقط المصير ديال حياته، ولكن غير مصير تاريخ إنجلترا كلها. في عام 1533 تزوج هنري من آن بولين، تزوج بها في السر، ومن بعد شهور اعلن الزواج ديالو رسميا منها. من بعد ولدت آن واحد البنت اللي هي الأميرة إليزابيث، والملك كان فرحان بزاف، ولكن واخا هكاك كان باقي باغي ولد. في البداية ديال الزواج ديالهم عاشت آن حياة الملكة بكل فخامة. توجت ملكة إنجلترا في واحد الاحتفال كبير بزاف، ولكن الحياة ديالها في القصر ما كانتش سهلة، حيت بزاف ديال الناس كانوا كيكرهوها وكيعتبروها هي السبب علاش الملك طلق كاترين، لدرجة كانوا كيعيطوا ليها بالعاهرة، وحتى شي واحد ما تقبل الوجود ديالها على العرش. ولكن آن ما كانش شي شخص ساهل، كانت قوية فخورة، وكانت واحد الشخص صريح بزاف لدرجة ما كتحملش الصراحة ديالها البلاط الملكي. دخلت في صراعات مع رجال السياسة ومع عائلة الملك بنفسها، والمشكلة الكبيرة ديالها أنها ما قدرتش تولد ليه ولد. ولدت فقط إليزابيث اللي من بعد غادي تولي أعظم ملكات إنجلترا، ولكن ما حققتش الحلم ديال هنري اللي هو يولد ولد، حيت كانت كل مرة كتحمل مرة أخرى كان كيطيح ليها، وكان هنري كيتعصب. والوقت اللي كانت فيه آن كتكافح باش تحافظ على المكانة ديالها، كانوا الأعداء ديالها كيحاولوا يطيحوها وكينصبوا ليها فخ. هنري شوية بشوية حيت هو زهواني مبقاش مسوق ليها بزاف، وطاح مع واحد السيدة أخرى. هنا الأعداء ديالهم لقاو الفرصة الذهبية، تهموها بالخيانة الزوجية وأنها مارست علاقات محرمة مع بزاف ديال الرجال، لدرجة تهموها أنها مارست علاقة حتى مع أخوها. كانت التهم اللي كتلفق ليها صادمة بزاف، والأدلة بطبيعة الحال ما عندهمش، ولكن كانت هاد الأدلة كافية باش ترضي الملك اللي بدا كيمل منها وباغي يتفك منها كما دار مع الزوجة الأولى ديالو. بسبب هاد الاتهامات اللي ما كانش عندهم أدلة كافية، الملك أمر أنها تسجن في برج لندن. تخيلوا المشهد، ملكة إنجلترا اللي كانت قبل سنوات قليلة في قمة المجد ولات جالسة في السجن اللي مجمد وكتسنى المصير ديالها. في ماي 1536 تحكم الحكم النهائي وخرج قرار رسمي أنها كانت خائنة، رغم أنها كانت كتنكر كل شيء اتهموا بها وتحكم عليها بالموت. اختار الملك انهم يعدموها بقطع الراس بالسيف بلاصه الفأس كنوع من الرحمه زعما. في الصباح ديال نهار 19 ماي 1536 خرجت آن بولين للساحة ديال برج لندن، ولبسات واحد اللباس بسيط اللي كتنعس به، ووقفات قدام الناس كاملين اللي كانوا مجموعين باش يتفرجوا فيها، وبكل شجاعة وبرود تكلمت معاهم. ما لامتش الملك نهائيا، ولكن طلبت من الناس انهم يصليوا من اجل الملك ويدعموه. ركعات وضرب العنق ديالها بضربة واحدة، وهكا سالت الحكاية ديال آن بولين، المرأة اللي قلبات انجلترا رأس على عقب، ولكن لدابا مازال ما اختفتش من التاريخ. بنتها إليزابيث الكبرى حكمت إنجلترا لسنوات طويلة، وخلات العصر ديالها من أعظم عصور البلاد. فاش تقطع رأس آن بولين ما سالاش المشهد هنايا، ولكن كان أكثر قسوة في حياة بنتها الصغيرة إليزابيث. خلاتها مازال ما فتت 3 سنين، مازال ما عرفاش شنو هي الموت، ما عرفاتش علاش امها ما رجعتش عندها للدار باش تغني ليها وتعنقها. والعالم كله ديك الساعات من 3 سنين بدا كيشوف ولا بنت الحرام. الملك هنري من بعد ما قطع راس مراته آن صدر أوامر أن الصور ديالها كاملين يتمحاو وسميتها ينسى، ما يبقاش يتجبد. هادشي كامل باش تمحى آن من الذاكرة، وهذا الشيء محى معاه الحنان، حنان الأم اللي افتقدته إليزابيث. كبرات في واحد القصر بارد، الخدامة كيعاملوها كأميرة بالزز، والآخرين كيعاملوها بحال شي متشردة ما عندها الحق في حاجة. ولكن الطفل اللي كيتزاد هو محروم من الحنان والدفء، ديما كيبقى يقلب على البدائل. وإليزابيث لقات الدفء ديالها في الكتوبة، جلسات حدا الشراجم لمدة طويلة حدا الريح، كتعلم الفرنسية والإيطالية واللاتينية، كتحفظ النصوص، كتقرا الفلسفة والتاريخ، حيت كان عقلها هو الملجأ ديالها والسلاح ديالها. واخا هادشي كامل ما عمر الخوف ما خطاها. كل مرة كيتزوج باها بشي وحدة جديدة بالنسبة ليها كيعني واحد المستقبل مجهول. كل مرة باها كيتعصب كتخاف ليلو حتى هي بحال امها في شي سجن.
كانت بنت صغيرة، ولكن تعلمت من الصغر ديال السن ديالها كيفاش تحكم في المشاعر ديالها، كيفاش تقرا وجوه الناس، وكيفاش توزن الكلمات قبل ما تنطق بهم. داز السنين، مات باها وبدا خوها غير الشقيق ادوارد السادس، واختها ماري الاولى كيدابزوا على العرش، وبالنسبه ليها الخطر غادي وكيقرب منها. اليزابيث ما كانش كتحملها اختها ماري الكاثوليكيه. واحد النهار ما بها ما عليها تجاو الحراس وخداوها رماها في السجن، حيت اختها لاحت عليها الظلم انها خائنه بحال امها. تسجنات في نفس السجن اللي كانت فيه امها في برج لندن، نفس البلاصه اللي تعدمت فيها امها. داك الليل كان بارد بزاف، والحيوطه عامرين برطوبيه، والهواء جايب معاه ريحه العفن والحديد. واليزابيث كتمشى بشويه، وكل خطوه كتفكرها بامها. هادشي اللي كيخليها تسائل واش حتى هي غتكون النهايه ديالها هنايا بحال امها. ولكن القدر كان عنده راي اخر، ما كررش نفس المأساة اللي عاشتها امها، وما تحكمش انه تقطع الرقبة ديال اليزابيث، ولكن خرجت من الحبس من بعد شهور قليلة حيتاش اختها ماتت. ما كانش عارفة انها الا خرجت حياتها غتكون واحد الامتحان طويل، انها حياتها كاملة خصها تعيش وهي دايرة التونسيون من كل شيء. فاش ماتت اختها ماري في سنة 1558 الناس كاملين بداو كيطبلوا ليها. عاشت الملكة اليزابيث، كانت عندها ديك الساعات 25 عام. واحد البنت عندها واحد الشعر احمر ونظرات ثاقبه، جلسات على العرش، والبلاد ديالها في ديك الساعات في اسوأ الازمات ديالو. خزينه الدوله خاويه، الشعب داير احزاب ومنقسمين، كتجيهم تهديدات اجنبيه من دول اخرى. بزاف ديال الناس في هذيك الوقيته كانت كتبان لهم اليزابيث ما غاديش تقدر تصوفي البلاد، ولكن اليزابيث ضحكات وقالت واحد الكلمه اللي من بعد ولات الدستور ديال الحكم ديالها: انا مزوجه بانجلترا وما عمري غادي نعاود نتزوج. يعني رفضات تشارك السلطه ديالها مع حتى شي راجل، وفضلات العرش ديالها بوحدها. الا مالت كتر البروتستانت الكاثوليك غادي يجيو ضدها، وإلا رضات الكاثوليك خسرات البروتستانت. اختارت سياسة التوازن، وقادت واحد الحاجة اللي سميتها التسوية الدينية باش تجمع بين الطقوس الكاثوليكية والروح البروتستانتية. ما رضاتش هادشي الجميع، ولكن حققت واحد السلام الداخلي. كانت واعرة في اختيار الرجالة ديالها اللي كيخدموها. ويليام سيسيل اللي هو المستشار عرف كيفاش يحفظ الاستقرار، وفرانسيس والسينغام هو رجل الظلام اللي صنع ليها واحد الشبكه ديال الجواسيس ما كاينش بحالهم في اوروبا كامله. بفضلهم عرفت كاع الرسائل اللي كيتكتبوا في الخفاء وكاع الخيانات اللي كتحبك في الظلام. ولكن ورا هاد المرأة القوية كانت واحد الابتسامة ديال الملكة. كانت كتعرف كيفاش تهضر، عندها حلاوة اللسان، وديما كتأجل القرارات باش تكسب الوقت كتر باش تدرس الموضوع. كتعرف كيفاش تخفي المشاعر ديالها مورا واحد الوجه اللي كيبان صارم في واحد القصر اللي عامر بالمؤامرات. كان الصمت ديالها أقوى من أي جيش. وخا علنت نفسها العذراء وقررت أنها ما عمرها تزوج باش تكرس حياتها كاملة للعرش. حياتها ما كانتش خالية من العاطفة. كان أقرب رجل لقلبها هو الصديق ديال الطفولة روبرت دادلي، هو واحد الفارس زوين جذاب، وبقى في حياتها لسنوات طويلة. كانوا ديما كيدوزوا الوقت مع بعضياتهم، كيضحكوا كيدويوا كيتشاوروا. والناس في البلاط الملكي بقاو كيهضروا على الشائعات، واش هو حب قلبها، واش غادي يتزوج بيه شي نهار. ولكن فاش ماتت الزوجه ديال هاد صديق الطفوله ديالها، هادوك الشائعات تحولوا واحد الاتهامات. كانوا كيقولوا بلي راجلها هو اللي قتلها، ولا هو والملكه اتفقوا باش يقتلوا مراته باش تبقى الساحه خاويه ليهم. داكشي علاش اليزابيث رجعت خطوه للور وعفسات على قلبها وما بقاش كتلاقى به، والعلاقه ديالهم بقات لدابا غامضه. ممكن كان واحد الحب ما كملش ولا شي صداقه قويه. العرش ديالها ما عمره عرف شي حاجه سميتها الراحه. بنت عمها ميري ستوارت ملكة اسكتلند كانت كطالب بعرش انجلترا بدعم الكاثوليك. داكشي علاش اليزابيث حبسات ميري لسنوات طويله. ولكن واخا هكاك المؤامرات ما توقفاتش. ديما كانوا كيكونوا رسائل مخفيه سريه، خطط باش يغتاولوا اليزابيث، تحالفات خفيه. ولكن من قوه الذكاء ديال اليزابيث ديما كتكتشف المؤامرات قبل ما تولد، حيت كانت عندها واحد الشبكه سريه اللي هما الجواسيس ديالها ما كانوش كينعسوا. ديما كيجيبوا لها التقرقير
التعقيبات والتبرقيقات في الوقت المناسب، حتى لقات الدليل الكافي أن ميري كانت كتوجد لها فخ باش طيحها. إليزابيث كانت مترددة واش تقتل ميري ولا تخليها، ولكن فقط في واحد الصباح وقررت صافي باللي ميري خصها تعدم، وفغيمون تعدمات. كان المشهد صعيب بزاف على إليزابيث، جلسات النهار كامل في القصر ديالها، وجهها صفر وما شرباتش مع الناس وما احتفلاتش بهذا الشيء، حيتاش بالنسبه لها الاعدام كانت ما بغاتوش في الحكم. ولكن فاش جلسات مع راسها عرفت ان خدات القرار المناسب اللي حمى العرش ديالها. تجا النهار اللي واجهت فيه اكبر خطر. ملك اسبانيا فيليب الثاني الكاثوليكي المتشدد بزاف قرر يدير واحد الغزو على انجلترا، رسل مئات السفن، آلاف الجنود، اكبر قوه بحريه في العالم ديك الساعات. الخلعه انتشرت في البلاد كامل، ولكن الملكه اليزابيث ما تخباتش. خرجت عند الجنود ديالها وهي لابسه واحد الدرع من الفضه وراكبه فوق واحد الخيل بيض، وكانت كتقول لهم بواحد الصوت قوي: يقدر يكون عندي واحد الجسد ديال واحد المراه ضعيفه، ولكن عندي واحد القلب قوي بزاف، قوه الملك. الكلمات ديالها كان نار في قلوب الجنود. بدات الحرب وعاونتهم العواصف اللي كانوا جايين يغزيوهم من اسبانيا، وفي النهايه تهزمت اسبانيا. ومن هذاك النهار ما بقاتش انجلترا واحد الجزيره خايفه، ولات واحد القوه بحريه، والعالم كامل بدا كيضرب ليها الف حساب. في العهد ديال اليزابيث ازدهرت الفنون والادب، كتب شكسبير المسرحيات ديالو وعمرات المسارح بالضحك والدموع. السفن بدات كتمشي لبلدان الاخرين وجابت معها الخير والبركه، ولكن اهم حاجه ان الشعب ديال اليزابيث بدا كيحترمها وكيشوفوا نفسهم كأمة قويه مستقله موحده تحتاج ملكه ما عمرها تزوجات، ولكن عطات قلبها كامل الشعب ديالها. دازت السنوات والشعر الاحمر ديال اليزابيث بدا كيولي ابيض، وجهها زوين ولاو كيبانوا فيه التجاعيد. وجلسات الملكه في القصر ديالها وهي كتسترجع الذكريات، صديق الطفوله ديالها اللي مات قبل منها، ميري اللي حاولت تطيح منها، والاعداء اللي هزمتهم. ما كانش حداها حتى شي ولد وما خلات حتى شي وريد، ولكن ما عمرها حست بالوحده، حيت كان الشعب ديالها كامل في جنبها وكيشوفوها أسطورة. في عام 1603 إليزابيث غمضت عينيها لآخر مرة ودفنوها. ما دفنوش فقط جسد، ولكن دفنوا واحد العصر كامل لحد الآن باقي تيتعرف بالعصر الإليزابيثي الذهبي.